بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يوم جديد ومعانا بإذن الله فيديو جديد. صحيت النهاردة من النوم على المنظر ده، شايفين؟ النهاردة طبعا الجمعة، روتين يوم الجمعة هيكون مختلف شوية، هنشوف هنعمل ايه مع بعض. يلا بينا. قمت من النوم، يعني يوم الجمعة دايما ولادي خلاص اتعودوا ان هم بيصحوا بدري، ففي اليوم ده انا نمت شوية او قلت لهم ان انا يعني هنام شوية، فهم قاموا بقى فلعبوا بقى النهاردة. طبعا النهاردة يوم اجازة اياد، فهو بيلعب بالتليفون. يعني انا عاملة له يوم واحد بس، ان هو يوم الخميس بالليل ويوم الجمعة كتغيير يعني من جو الدروس والمذاكرة وكده، ان هو يذاكر طول الاسبوع، ويوم الجمعه لازم يعمل حاجه اللي هي الخميس بالليل بعد ما بيخلص دروس، ويوم الجمعه ان هو يعني يعمل حاجه بيحبها، يتفرج على الكرتون، يلعب بالتليفون شويه عشان نفسيته، مش كل حاجه هتبقى ضغط دروس ومدرسه. اول حاجه عملتها الحمد لله اتوضيت وصليت الظهر، عشان قلت قبل ما نشغل. طبعا كلكم عارفين ان انا يوم الجمعه الروتين بتاعي دايما بيبدا متاخر، فاليوم ده زي ما انتم شايفين اول حاجه عملتها الحمد لله صليت الظهر وفطرنا وكل حاجه، وهبدا يومي من بعد الظهر. احسن حاجه ان انا كمان النهارده يعتبر كان عندي اكل، يعني النهارده عندي اكل، فهعمل فيه حاجات كتير وهنكمل الروتين بكره. يعني هنعمل اللي احنا هنعمله النهارده، وبكره باذن الله هيكون في تكمله اللي هو روتين يوم السبت. فيلا نشوف روتيننا النهارده هيبدا ازاي وهيعمل ايه. النهارده باذن الله ناويه ان انا اطلع كمان البطاطين واشوف حالي كله. هغسل اللي هي كسوه الانتريه دي وهفرشها، برضو هغسل المفارش دي تنشف عشان بكره همسح وهفرش. يعني النهارده هيكون جزء في الروتين، وبكره هنكمل بقيه الروتين. هطلع بقيه اللبس الشتوي بتاع ولادي، يعني هنظبط الدنيا كلها النهارده مع بعض. هنطلع لبس الشتاء، هنطلع البطاطين، هنغسل شويه حاجات عشان بكره هنغير فرش السراير. بس طبعا التركيز هيكون على اوضتي، انا كنت غاسله كمان امبارح ولميت الغسيل، طبقت الغسيل. هنركن بقى اللبس الشتوي عشان انا هطلع كل الشتوي بتاعي النهارده معاكم باذن الله، وهطلع كمان البطاطين. اوضتي الروتين بتاعها كله هيخلص النهارده، يعني بعد طبعا ما اطلع البطاطين عشان انا حطاها تحت السرير واخلص كل حاجه. هعمل هفرش بقى الاوضه، همسحها عشان بحيث تكون الاوضه دي خلصت خالص معايا النهارده، مش هسيبها لبكره او مش هسيب كده هشيل فرش السرير عشان هرفع المرتبه وهرفع السحاره، يبقى بالمره روتين الاوضه دي يخلص معايا بقى، تلميع ومسح وتنفيض وكل حاجه. هنكمل بقى. هشيل اول حاجه المفارش دي، هنقعها في الانتريه في البانيو مفرش واغسلها علشان ابقى انا خلصت منها بكره افرشها على نظافه. هغسل زي ما انا قلت لكم كسوه الانتريه، الجو ما عادش مظبوط خالص اليومين دول. ونشوف بقى الباش مهندس اياد عامل ايه اللي انت عامله ده. بابا بتطبخ؟ هو بيحب يلعب كده، يعني جايب لي المطبخ كله في الصاله، مش فاهمه ليه. يعني انا قمت في اليوم ده من النوم لقيت المطبخ كله في الصاله، وقال لي يا ماما انا هلعب، فقلت يلا مش مشكله خليه يلعب، احنا كده مش بنروح في مكان ومش بنخرج او كده، فهي دي هتبقى منفسه الوحيد يوم الاجازه، فخليه يلعب. يلا بينا نبدا اليوم بتاعنا، يلا بينا، توكلنا عليك يا رب. هنبدا بقى يومنا ان شاء الله، وقلنا توكلنا عليك يا رب. اول حاجه بداتها معاكم ان انا بدات ان انا املى البانيو، نزلت بشويه اوكس جل وشويه او من اوكس البودر لحد ما البانيو اتملى على المقدار اللي انا عايزاه، وبدات ان انا انزل بالمفرش. مليت ميه الاول ودوبت المسحوق زي ما انتم شايفين، وبعدين نزلت بالمفرش وهنزل عليه برجل طبعا، وبعد كده هغسله واشطفه واسيبه يتصفى وانشره عادي. ده كان اول حاجه بدات بها معاكم يومي. طبعا هو الروتين ده ممكن ان انا اخلصه في يوم واحد، يبقى اعمله يوم الجمعه الى يوم السبت، بس عشان انا غسلت مفارش الارضيه وهغسل الكسوه بتاعه الانتريه، فقلت لا هكمل الروتين تاني يوم علشان افرش شقتي كلها على نظافه، وبحيث تفضل معايا طول الاسبوع نظيفه، علشان فعلا ما عادش عندي وقت ما بين مثلا الشغل اللي انا بنزله مع مثلا ابني في الدروس والمدرسه، ففعلا اليوم بقى مضغوط جدا من الحد لحد الخميس. زي ما انتم شايفين دلوقتي بدات ان انا اطلع بقى اللبس اللي انا هحتاجه. في حاجات هيلبسوها بدأت ان انا اطلعها، اللي مش هيلبسوه قلت لا خلاص، اللي هستغنى عنه خالص ركنته على جنب هستغنى عنه. ما تحاوليش ان انت تكركبي اللي له فايدة عندك وهتستخدميه ماشي، ملوش فايدة خلاص. يعني حاولي ان انت برضو في ناس محتاجة او كده، فشوفي اللي محتاج، اللي انت مش هتحتاجيه بدل ما تركنيه ممكن غيرك يستفاد بيه احسن. فدلوقتي طبعا بدات ان انا اطلع كده اللي انا طلعته، كل اللي انا عايزاه واللي انا مش محتاجاه ركنته على جنب، واللي هيكمل معايا حطيته. دلوقتي بدات ان انا احط اللبس اللي هو الصيفي،
بدأت انزل بيه برضو في الشنطة بتاعتي متطبق ومظبوط وكل حاجة، لسبب علشان لما اجي اطلع اللبس تاني ما احترش او الدنيا تبقى مكركبة معايا. اللي هتعمليه على اساس صح هيكمل معاكي صح. فطبعا البرمودات دلوقتي الجنس دي هو مش هيلبسها، احنا في الشتاء وهنلبس بناطيل، فبدأت ان انا برضو اركن البرمودات الجنس دي مش محتاجاها في الشتاء. بدأت برضو دلوقتي اي حاجة بقى صيفي قمصان اي حاجة خروج انا مش هلبسها مش هيلبسوها، بدأت ان انا اطبقها برضو واحطها في الشنطة. اي تيشرتات بنص كم مش محتاجاها بدأت برضو ان انا اطبقها واحطها في الشنطة. جبت برضو اللي هي الحاجات الخروج دي، التيشيرت في قلب البلازر بتاعه او الجاليه بتاعه اللي هو القط، وبدأت ان انا اطبقه واحطه في الشنطة. يعني كل حاجة في حاجتها عشان لما اجي اطلع ان شاء الله نعيشنا وكان لنا عمر يا رب يدينا ويديكوا طولة العمر الصيفي، فالدنيا ما تكونش مكركبه معايا. هطلع الحاجه كده على طول بحالها، واللي هيتعلق هيتعلق واللي هيتطبق هيتطبق، واللي انا محتاجاه هشيله واللي انا مش محتاجاه مش هشيله. هركن دلوقتي الشنطه على جنب برضو احتياطي، يمكن يكون لسه في حاجه عايزه تتشال فيها. كده كده انا هشيلها في الصحاره مكان البطاطين، فهركنها كده على جنب. وبدات ان انا اجيب بقى السويتشيرتات اللي هم هيخرجوا فيها وان هي فعلا لسه تنفع الخروج، هبدا ان انا اطبقها. اللي مش هينفع اللي هو مثلا ممكن ينزلوا في مشوار قريب كدرس كحاجه، هبدا ان انا اطبقها. انما اللي هيتعلق هعلقه علشان هو لسه هينفع. ده طبعا اياد هيلبسه كمان السنه دي، هينفع اللي هو ينزل فيه الدرس. انما السويتشيرت ده كان عندي اياد بقاله كام سنه فعلا، ان انا عرفته ان انتوا كل ما تجيبي الحاجه غاليه كل ما هتفضل معاكي سنه واتنين وتلاته، وممكن يعني يلبسوها من ورا بعض. وحاجة الشتا غالية فما تستخسريش، لا انا اجيب حاجة حلوة بدل ما اجيب 5 حاجات، لا اجيب حاجتين 3 بس غاليين وهيفضلوا معايا كام سنة. ونصيحة برضو مني ليكي، ما تجيبيش الحاجة على قد ابنك بالظبط او بنتك، يعني هاتيها كبيره نمره او نمرتين. احنا كده كده في الشتاء بنلبس حاجات من تحت، ففعلا هتستفادي بيها. الترنج ده كان المفروض ان انا كنت جايباه لآسر السنه اللي فاتت وطلع كبير، اياد اللي لبسه وزي ما هو بحالته آسر هيلبسه ان شاء الله السنه دي، رغم ان انا حاسه ان اياد كمان ممكن يلبسه، بس انا بقى هلبسه لآسر عشان هو بصراحه كان جاي على ذمه آسر. فبدات كده ان انا دلوقتي اطبق بقى كل الترنج. انا بحب خلاص كده خلصنا تطبيق، وهبدأ دلوقتي ان انا اشيل فرش السرير عشان هرفع السحارة اطلع بطاطيني بالمرة. بس قبل ما اطلع البطاطين ان انا دلوقتي هنفض السرير كويس، وهحط برضو فرش السرير في الغسالة يتغسل بالمرة علشان هنشر واخلص نشير. هبدأ كده ان انا اسحب بقى جر المرتبة، وهبدأ ان انا اسحب مرتبة عشان اطلع البطاطين. في بطانيتين تحت السحارة دي وفي بطانية فوق الدولاب. فبدأت كده ان انا اشيل المرتبة، حط طبعا تحت المرتبة اللي هي الكرتونة دي. وطبعا ده نصيحة لأي واحدة عندها مرتبة تاكي، تحط الكرتونة تحت المرتبة. فعلا المرتبة هتعيش معاكي جدا ومش هتقطم ولا هيحصل لها اي حاجة. دي مرتبتي من ساعة جوازي، وفعلا هي كانت غالية بس فعلا جميلة جدا، ومغيرتهاش لحد دلوقتي عشان فعلا حلوة ومش هتتغير، عشان لسه محافظة على شكلها ومحافظة على كل حاجة. نزلت اياد ابني كده في الصحارة، قلت له بقى طلع لي البطاطين بتاعتكم دي، البطاطين اللي هي بتاعته هو واخوه بتاعت اوضه الاطفال اللي هي الفواتح دي. بدأنا ان احنا نطلعها. انا بقى اي حاجة مش بستخدمها حطها في الصحارة، فوط زيادة، فرش سرير زيادة، مثلا الحفا الفايبر الكبرتيات المفارش القطيفة، اي حاجة ماليش استخدام عليها ركناها كده في الصحارة. حطيت الشنطة بتاعة اللبس، وبدأت كده بقى ان انا نزلت كمان البطانية الغامقة دي او البطانية بتاعة اوضتي، جبت كده برفن ورشيته عليها عشان ريحتها. وان شاء الله بكرة لو كان الجو كويس، انا طبعا بشيل البطاطين بتاعتي نظيفة، فبكرة ان شاء الله لو كان الجو كويس ههويهم معاكم باذن الله، ونشوف يومنا بكرة في الروتين بتاعنا هيكون عامل ازاي. دلوقتي بدأت بقى ان انا انشر، كان المغرب اذن والدنيا ضلمت في ثواني مش عارفة ليه، فنشرت كده وطلعنا بقى انا واياد، قلت له يلا بقى زي ما انت عملت اللي انت عملته ده شيله كله تاني. بدأنا نشيله بقى انا واياد علشان نخلص برضو يومنا. كان المغرب اذن عليا، بس انا طبعا كنت بادئه الروتين ده بعد الظهر بشويه كتير، فعشان كده الحمد لله ان هو عدى، والحمد لله اللي انا انجزت فيه. بدأنا نرص كده المخدات مكانها، وهبدأ ان انا على الماشي كده ادي الشقه كنسه سريعا سريعا، عشان كده كده همسحها بكره وده كله هيتشال تاني، بس برضو على الاقل تبات نظيفه ونفسيتي مرتاحه من ناحيتها. ده كان اخر حاجه معايا. اتمنى الروتين بتاعي يعجبك، وما تنساش اللايك والاشتراك في القناه.